انا خلاص حضرت شنطتي وهروح عند ماما عشان بطل كيان. وليه هتسيبي البيت؟ ما تخليكي معاها. لا انا مش عايزه نفسيتها تتعب وتفضل تشوفه كل شويه وتقول لي ماما ماما. انت كده بتعملي فطام مفاجئ. اطمه احسن من نحته. وانت تعرفي انت بالنسبه له ايه؟ حبيبي انا بالنسبه له كل حاجه. تخيلي كده لما كل حاجه تسيب الدنيا مره واحده، ترى نفسيته هتكون عامله ازاي؟ اللي انا هقوله لك دلوقتي هو من واقع تجربتي في الفطام، مش بس كلام علمي. انا عملت فطام تدريجي نهاري وفي الليلي خدته مره واحده. اول يوم كان تقريبا بابا هو اللي متولي فكره انها تنام او تدخل في النوم، بس تدخل في النوم من اصعب المراحل. كانت نايمه وسطنا عادي، بتقوم في وسط النوم اشيلها انا حبه وبابا حبه. من تاني يوم لحد دلوقتي كيان يا بتنام وهي في حضني يا في حضن بابا. كمية احضان مش طبيعية، كأن اتبدلت فكرة الرضاعة بالاحضان. الموضوع اتنسى تماما، فكرة الرضاعة يعني، بس اتبدل